مين أقوى واحد فتح نص العالم ولا واحد قدر يحكمه بالعدل والنظام؟ بس استنى قبل ما نكمل اكتب في الكومنتات انت سنة كام عشان اعرف الفيديو دوت وصل لمين. النهاردة عندنا مقارنة بين شخصيتين من اعظم الشخصيات في التاريخ، وهما سيدنا عمر بن الخطاب والاسكندر الاكبر. الاسكندر الاكبر في اقل من 10 سنين قدر يهزم امبراطورية كاملة زي امبراطورية الفرس لحد لما وصل الى الهند. سرعته كانت في الفتح كانت سريعة جدا، كانت مرعبة وكأنه اعصار جاي على العالم كله. لكن لما نيجي لسيدنا عمر بن الخطاب هنلاقي إن الدولة الإسلامية في عهده اتوسعت لدرجة كبيرة جدا، ضمت مصر، الشام والعراق. يبقى كده إن الاتنين هنا وحوش في الفتوحات. لكن هنا السؤال، مين كان أذكى واحد فيهم في الحكم؟ الإسكندر كان عبقري حكم، ولكن بعد موته الإمبراطورية بتاعته اتفككت. أما سيدنا عمر بن الخطاب عمل نظام دولة كامل، عمل قضاء وإقامة العدل بين الناس. طب تمام، الفتح مهم والحكم برضه مهم، بس التأثير بقى مين أكتر واحد أثر في التاريخ؟ الإسكندر الأكبر نشر الثقافة اليونانية في كل مكان، لكن سيدنا عمر بن الخطاب ساب نظام حكم لسه بيتدرس لحد النهاردة. يعني عندك هنا واحد قدر يفتح العالم كله بسرعة فائقة، وواحد تاني قدر إن هو يحكمه بالعدل. ودلوقتي القرار عندك أنت، مين أقوى؟ اللي فتح العالم ولا اللي قدر يحكمه؟